حبايب قلب ماما نونا، ومعاكم ايناس حسنين. يلا يلا بسرعة نشوف طريقة القرص الطرية الجميلة دي، السادة والمحشية جبنة والمحشية قرفة كمان وسكر. اوريكم طريقتها القمر بتتعمل ازاي بمقادير مظبوطة وبتكنيك جميل جدا. اول مرة هتشوفوه. شايفين الجمال والحلاوة؟ طرية جدا والجبنة سايحة وعليها حبة البركة. ويلا بسرعة ولعي الفرن والدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. ونعمل أحلى قرص طرية محشية جبنة ومحشية قرفة وسكر. روعة روعة روعة، مع كوباية قرفة باللبن بقى لعشاق القرفة، وشوية بالجبنة وشوية سادة كمان عشان خاطركم. المهم المقادير المظبوطة، يلا بينا عليها. معانا كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح، معايا 3 معالق سكر وكوبايتين لبن رايب، كوباية قشطة فلاحي، كوباية سمنة بلدي، ربع كوباية مية مدوبة فيهم بكوين خميرة بمعلقة صغيرة سكر. بكوين خميرة على وانتوا في الشتاء، معلقتين كبار خميرة لو احنا في الشتاء، معلقة واحدة خميرة لو احنا في الصيف. حطيت القشطة والسمنة يسيحوا على النار مع بعض كده. ده التكنيك الجديد معانا اهو، شوفوا الجمال. تسيح بس معانا القشطة مع السمنة البلدي، ريحتها تطلع كده، وتحطيها على الدقيق. نعمل عملية فرك كده للدقيق، أو نبس الدقيق زي ما بيقولوا. يتغلل بقى المادة الدهنية بالقشطة كده، تتغلغل كل تدخل في كل مسام الدقيق. بعد كده هنحط ربع كوباية المية اللي احنا مدوبين معاهم كيسين خميرة ومعلقة صغيرة سكر زي ما قلت لكم. هنحطهم ونبتدي نعجن بقى باللبن الرايب. معلقتين كوبايتين 2 لبن رايب. لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تستخدمي اللبن العادي وتدوبي فيه شوية من الزبادي، ولكني ما بفضلش قوي الموضوع ده. ممكن تروبي اللبن نفسه، يعني تسيبي اللبن ما تحطيش عليه خل، تسيبيه بس كده يروب في المطبخ، تسيبيه تاني يوم هيروب معاكي الصبح. انا جهزت حشوة القرفة، معلقتين من القرفة على معلقتين من 4 معالق من السكر، ومعلقتين زبدة، معلقتين زبدة، معلقتين قرفة، 4 معالق سكر. وقلبتهم في بعض وابتديت اقطع القرص بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. وهسيبها اكورها في صينية تكون مدهونة زيت عشان ما تلزقش منك، لان العجينة طرية جدا ولينة. العجينة سبتها تخمر حوالي ساعة قبل ما اقطعها، وسبتها تاني تخمر حوالي ساعة وهي عم معمولة دواير كده مقرصينها. بعد كده نبتدي نبطط. عايزاها لها سمك برضو 1 سنتي كده واحنا بنبططها. دي السادة خالص، ما حشيتهاش اي حاجة. عندي بقى حشوة جبنة وحشوة قرفة وسكر زي ما قلت لكم. دي جبنة بيضة على جبنة رومي. الحشوة دي هنبتدي نفرز زي ما انتم شايفين كده، وهنحشيها اهي في النص ونقفل عليها كويس جدا، ونبططها بسمك 1 سنتي زي ما انا قلت لكم. مش عايزاها تكون رقيقة، لازم يبقى لها سمك. هنبتدي برضو نعمل حشوة القرفة بتاعتنا زي ما قلت لكم. وده طبق فيه حشوة القرفة. الطبق التاني فيه ربع كوباية عسل أبيض، دوبتهم كده في معلقتين مية. عسل أسود دوبتهم في معلقتين مية. ربع كوباية عسل أسود دوبتهم في معلقتين مية. هبل فيهم بقى القرصة كده بعد ما حشيتها سكر وقرفة. شوفوا هبلها كده اهو، واحطها في السمسم. طعمها رائع، العسل الاسود مع السمسم مع القرفة، حاجة كده ميكس رائع اللي يدفي بطريقة رهيبة يعني. هنجهز بقى السجان زي ما انتوا شايفين كده. القرص السادة بس عملت لها معلقة حشوة، معلقتين لبن، معلقة صغيرة سكر، ورشة نسكافيه اللي هي القهوة سريعة الذوبان، ودهنت
عليها الدهان ده جميل جدا جدا للمعجنات. خبزتها في فرن على درجة حرارة 200، بتاخد 10 دقايق بس من تحت، وبعدين تولعي لها الشواية 5 دقايق كمان، ما بتزيدش عن ربع ساعة في الفرن عشان تفضل طرية معاكي كده. هي 10 دقايق على درجة حرارة 200 بتحمر. شوفوا الجمال والحلاوة، بتحمر الاحمرار اللي انتوا شايفينه ده. اديتها 10 دقايق من تحت و5 دقايق على الشواية. ما تسيبيش القرص الطرية اكتر من ربع ساعة في الفرن عشان تفضل طرية. تحفظيها في علب صاج زي ما انا قلتلك، زي ما انتوا شايفين كده، او علب بلاستيك، وبألف ألف هنا تفضل طرية معاكي أسبوعين كمان لقدام. ما تعمليش كمية كبيرة، هي كده تمام قوي قوي قوي. بتفرط معاكي كتير جدا الكيلو زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتعملوه بالمقادير والطريقة دي، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كانت معاكم ماما نونا إيناس حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.